هقول لك على سر محدش عايزك تعرفه. عشان تبقى شخص ناجح محتاج تعمل 5 حاجات. اول حاجة محتاج تحدد هدفك كويس جدا، وممكن ترجع للفيديو بتاع السمارت رول عشان تعرف ازاي بنحدد اهدافنا. تاني حاجة تدير وقتك بشكل فعال، وتقدر برضو ترجع فيه للفيديو بتاع الباريتو برنسبل، البومودورو تكنيك، و ايزنهاور ماتريكس. الحاجات دي هتفيدك جدا ان انت تدير وقتك بشكل فعال. تالت حاجة محتاج تتخلص من المشتتات اللي حواليك. يعني لو في حد حواليك دايما بيشتتك، مش بيخليك تركز، مش عارفة ايه، محتاج ان انت تفلتر الحاجات اللي حواليك عشان تقدر تركز في هدفك بشكل احسن. رابع حاجة لازم تستخدم الاكتيف ليرنينج تكنيك. طيب زي ايه مثلا؟ دي بنستخدم 4 حاجات بالنسبة لي انا. اول حاجة ان انا لما اتعلم حاجة لازم اكتبها، وبعدين لازم اراجعها، بعد ما اراجعها لازم امارسها او اطبقها، بعد ما امارسها واطبقها بفتكرها. فكده انا المعلومة دخلت في عقلي، حصل لها بروسيسنج على كذا محطة، فثبتت بشكل احسن ومارستها، فبقت بالنسبة لي مهارة اكتر منها مجرد فكرة. خامس حاجة لازم تخلي بالك من نفسك. اعمل رياضة، كل كويس. الحاجات دي قد تبدو ان هي يعني تبكلي قوي وحاجة عادية، بس لا بجد. نام كويس. راقب الحاجات اللي بتدخلها في معدتك عشان دي اللي هتأثر على عقلك قوي. محتاج ان انت تخلي بالك من نفسك، يعني mental مش physical بس. يعني مثلا ممكن تعمل رياضة، دي أساسي طبعا عشان mental health. بتطلع كل اللي عندك. لو مش عندك اوبشن ان انت تروح جيم، ممكن تعمل 30 minutes workout في البيت، هاتها من على اليوتيوب، او امشي او اعمل رياضة. ممكن تجري كمان. في حاجة اسمها المورنينج بيجز. المورنينج بيجز دي ان انا امسك كراسة، ورقة كراسة عادية، 3 ورقات يوميا، الصبح اول ما اصحى او في وقت لازم يكون الصبح عشان اكون فايق اكتر فيه. اكتب 3 ورقات، اكتب من غير ما تقف. امسك القلم واكتب اي حاجه في بالك، فكره، كلام، مش عارفه ايه، موقف حصل. ما تركزش في اللي انت بتكتبه. وانت بتكتبه خلص ال3 ورقات، ارميهم، احرقهم، اي حاجه، بس ما تقراهمش تاني، لان دي خلاصه الزحمه اللي في دماغك انت هترميها. كل يوم قبل ما تنام اكتب انت بكره عايز تعمل ايه، اعمل ليست باللي انت محتاج تعمله، فهتصحى تاني يوم عقلك طول الوقت مفلتر انا محتاج اعمل ايه بكره، هتقدر تبقى مركز فيه. فلو انت كلت كويس، نمت كويس، فلترت الحاجات دي، قدرت ان انت تكتب كل يوم، انت مش بتاخد 5 دقايق اصلا، هتلاقي نفسك حقيقي مرتاح اكتر. قلل الوقت اللي بتقعد فيه قدام الفون. استخدم مثلا حاجه كده بتعمل تايمر لكل اب، لو الاوبشن ده مش في الفون عندك في السيتنجز بتنزله. يعني بجد اعمل اي حاجه عشان تبقى عقليا احسن.